إخواني أخواتي، مرحبا بكم من جديد ونتمنى تكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله. دائما في نطاق تقوية البكتيريا الجيدة في رمضان المبارك إن شاء الله. من بين المكونات الوصفات اليوم اللي كتغذي لنا البكتيريا الجيدة وكتقويها عندنا اللفت والقرنبيط أو الشوفلور، بحكم أنهم غنيين بالألياف، الغذاء المفضل للبكتيريا الجيدة. وكذلك هذا الخضار غني بالأملاح المعدنية بالفيتامينات وأشياء أخرى جد صحية. إلا لاحظتوا كل حلقة كنقدم فيها خضرة جديدة، بحيث إن نوعنا في الخضار زيادة على تقوية البكتيريا الجيدة راه غنوعوها، بحيث كل ما نوعناها قد ما الخدمات كتكون مختلفه. مثلا في الفيديوهات السابقه بينت لكم نوع من البكتيريا اللي كتساهم في بناء الحائط المناعي، اللي كيحبس الفيروسات والبكتيريا الضاره باش ما تدخلش او ما تمرش من داخل الامعاء لداخل الجسم ديالنا، وكذلك كتحمينا من الامساك. وعندنا كذلك الخدمات اخرى مثلا كتدخل في عمليات الهضم، وكذلك خدمات اللي كتساهم في افراز بعض الفيتامينات. ونزيدكم نوع اخر من البكتيريا الجيده اللي كتاثر بشكل جيد بالاحساس بالشبع، يعني كنشبعوا في وقت واجز، ما كناكلوش بزاف. هاد النقطه هذه غنوقف فيها باش نوضحها اكثر، بحيث كثير من الناس كيعانيوا من السمنه اذا ما كانت وراثيه او عندها علاقه باحدى الامراض كما كتشاهدوا. خصنا نعرفوا بان هناك تواصل او حوار بين الامعاء ديالنا والدماغ عن طريق واحد العصبه اللي كتسمى بلو نيرفاك كما كتشاهدوا. واحد النوع من البكتيريا الجيده كترسل رساله للدماغ، هاد الرساله هي رساله الاحساس بالشبع، يعني كترسلها في واحد الوقت وجيز، وبهذا الشكل هذا ما كناكلوش بزاف وكنتفاداو زياده الوزن. اما اذا كانت البكتيريا الضاره هي اللي كثيره، راه ما كترسل رساله الاحساس بالشبع حتى نكونوا كلينا كثر من القياس من الحلويات والمشروبات الغازيه والمخبوزات اللي كتكون من الدقيق الابيض، حيت هي كتحب هاد المواد هذا واخا كتشبع ما كترسلش رساله الاحساس بالشبع للدماغ. راه هادشي اللي كيوقع في الواقع، راه غير كنبسطوا لكم بدرجه عاليه باش تفهموا اهميه البكتيريا الجيده، لان الا عرفنا كيفاش كتخدم والفوائد ديالها راه غنديروا مجهوداتنا وغنتبعوا الاكل الطبيعي باش نتفاداو عده امراض اللي عندها علاقه بالبكتيريا الضاره. نمروا الان لوصفه اليوم. المقادير بالتدقيق كتوجدوها في صندوق الوصف. كما كتشاهدوا كلها مواد طبيعيه غنيه بكل ما كيحتاج الجسم ديالنا، وكذلك موجوده في الاسواق. عندي اللفت اللي قطعته طراف صغار باش يطيب لينا بسرعه ونربحوا الوقت. عندي كذلك الكرات او البواغو مقطع. عندي كذلك الشوفلور بين قوسين. بالنسبه للشوفلور والبوارو واحد الكميه غنعملوها طيب في الشوربه، وكميه اخرى كنعملوها في الفرن. كناخذوا اناء ديال الفرن اللي عملت فيه شويه الزيت وشويه ديال الملحه ونخلطوهم وندخلوهم للفران على 180 درجه لمده تقريبا 15 دقيقه. راه ما خصناش نخليهم حتى يطيبوا، غير نحسوا بالطياب دخلهم هذيك الساعه كنخرجهم من الفران باش نحصلوا على هذاك لو كوتي كروكون للشوربه. وثانيا كنستافدوا من الالياف اللي موجوده فيهم. عندنا البيض اللي غنعوضوا به لا كريم فريش. عندنا التوابل كما كتشاهدوا، الملح، البزار، الفلفله السودانيه، الكوريس، كينجبير، زيت الزيتون والغومارا او اكليل الجبل. في اناء نعملوا الكرات او البوارو، نضيفوا عليه اللفت مقطع طراف صغار، نضيفوا زيت الزيتون، نضيفوا التوابل ونحركوا الجميع ونغطيوه باش يطلق له السوك ديالو او العرق ديالو. ومن بعد عاد كنضيفوا الماء، ومن بعد كنضيفوا الشوفلور كما كتشاهدوا ونتركوه يطيب. ملي يطيب باش نحصلوا على قوام خاطر اللي كتعطيه لينا لا كريم فريش، غنضيفوا 2 بيضات مسلوقات ومقطعات، لان الفوائد ديال البيض احسن من فوائد لا كريم فريش، هذا بين قوسين. ونطحنوا الجميع، وبهذا الشكل هذا كنحصلوا على قوام خاطر كما كتشاهدوا. وفي الاخير كنضيفوا الخضر اللي عملت في الفرن ونضيفوا شويه زيت الزيتون. وبهذا الشكل هذا نكونوا رضينا البكتيريا الجيده ورضينا حتى نفوسنا، بحيث راه كتجي لذيذه في المذاق وسهله الاستعمال. هاد الشوربه هذه كتعتبر من بين الشوربات المفضلات عندي بين قوسين. برنامجي الرمضاني راه كيحتوي على شوربات، مخبوزات، سلطات، اطباق رئيسيه وحتى لو ديسير، وكلها مفضله عند البكتيريا الجيده باش نقويوها. راني صورت تقريبا جميع الوصفات الان في معمل المونتاج الوصفه من الوصفات كنحطها لكم على القناه، بحيث راني كنعمل وما عنديش وقت كتير باش نعمل المونتاج لجميع الوصفات. راه كنعمل مجهوداتي باش نحط لكم جميع الوصفات حتى الشرح العلمي باش تكون الاستفاده اكثر. الله يخليكم شاركوا مع المحيط ديالكم هذه الوصفات، لان شهر رمضان المبارك على الابواب، وهذا غيسهل عمليه ترميم الامعاء، بحيث مع الصيام البكتيريا الضاره كتنقص بالنار. واذا كان الفطور ديالنا صحي وغني بالالياف راه غنغديو البكتيريا الجيده وغتكثر. وفي اخر شهر رمضان ان شاء الله غنحصلوا على بكتيريا متوازنه متنوعه اللي غتخدمنا من بعد هذا الشهر المبارك، وبهذا الشكل هذا غنتفاداو عده امراض. وصفه الفيديو القادم ان شاء الله شوربه كذلك كتحبها البكتيريا الجيده، واللي هي شوربه السفرجل وجدر الكرافس واشياء اخرى جد صحيه. نتمنى تكونوا استفدتوا من فيديو اليوم، والى الملتقى ان شاء الله.